السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى نهاركم يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شهيوات سوسو البسيطه اللي نتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. وصفه اليوم كيف كتشوفوا معايا وصفه سهله ماهله تحضر في دقائق. وصفه اليوم تسمى بكيك مغبغي، كتجي رائعه وسهله التحضير. بقاو معايا تحضروا مراحل التحضير. غنبداو على بركه الله. المقادير ديال هذا الكيك كيف كتشوفوا معايا مقادير سهله وبسيطه. غنبداو باول حاجه كيف كتشوفوا معايا. كناخذوا هنايا 3 ديال البيضات، غناخذوا الخميره الحلوه بقيمه 10 غرام اي خماره ونص. عندي هنايا قبصه ديال الملح، عندي كاس بقيمه كاس العنبه ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال السنيده دائما بقياس كاس ديال العنبه. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو الخام ديجا غربلتهم. عندي 2 معالق كبار ديال الدقيق. عندي هنايا لوغو ديال الفاني، اللي ما عندوش يستعمل الفاني العادي اي ساشي. غناخذوا هنايا 2 كيسان ديال الدقيق بقيمه كاس ديال العنبه. وبقاو معايا تحضروا مراحل تطبيق ديال هذا الكيك اللي يتمنى نال اعجابكم. في بول غناخذوا البيض ديالنا كيف كتشوفوا معايا، غنضيفوا عليه القبصه ديال الملح، غنضيفوا ثالث حاجه سكر سنيده اللي ديجا ذكرنا في المقادير، كاس ديال العنبه. غنبداو بالتحريك حتى تذوب لينا السنيده ونساجموا لينا العناصر لهذا الشكل، دائما بتضرب يدوي. ممكن تستعملوا الكهربائي، علاش لا؟ دائما حنا الحاجه البسيطه والسهله. وفي هذا الاثناء غنضيفوا لوغو ديال الفاني، وكيف سبق قلت لكم في المقادير اللي ما تيتوفرش عليه يضيف الفاني ساشي. ضفنا في هذا الاثناء الزيت نص كاس كيف ذكرنا قبل. وفي هذا الاثناء كنضيف الحليب، ودائما مع التطراب باش نساجموا لينا العناصر كامله. دائما تطراب. وفي هذا الاثناء غنضيف الدقيق اللي ضروري ما نغربلوه، قيمه 2 كيسان ديال العنبه. دائما كنغربلو الحاجه ما كيبقاش مكلل لينا الكيك ديالنا. غنضيفوا الخميره الكيميائيه اللي في سبق قلت لكم قيمه 10 غرام حتى هي مغربله، 10 غرام اي بقيمه خماره ونصف. في هذا الاثناء انا نغربلهم وغنكمل في التطراب باش يتجانس لينا دقيق مع باقي المقادير. كيف كتشوفوا معايا ما فيهاش بزاف التعقيدات، سهله. نتمنى ان شاء الله تطبقوها لوليداتكم، علاش لا، ولضيوفكم وهكا كعشيات. في هذا الاثناء انا غنضيف الكاس الثاني ديال الدقيق العنبه، دائما بقياس كاس ديال العنبه. كيف كتشوفوا معايا انا غنغربلو. كيف كتعرفوا الا غربلنا الدقيق او الكاكاو اي حاجه ملي كنخلطوه في الكيك ما كيتكللش لينا وكيتصبح لينا القوام ديال الكيك ساهل ما مكركبش، كينجح معنا في الكيك. من بعد ما جانس ليا الدقيق ديالي مع المقادير اللي ضفت قبل كيصبح القوام ديال هاد الكيك على هاد الشكل.
غناخد بول تاني كيف شفتوا معايا، غنقسم الخليط ديالي لجوج اقسام باش غيصبح عندي خليط اسود وخليط ابيض كيف شفتوا معايا على جوج. شفتوا معايا على هذا الشكل. غناخد انا في هذه الاثناء الكاكاو، 2 معالق بودرة الكاكاو الخام اي من النوع الممتاز. غنغربلو في القسم الاول اللي قسمت كيف كتشوفوا معايا. غنحركو توا باش ينسجم ليا باش يعطينا الشكل الاسود ديال الكيك، دائما بالتضراب تنسجموا لينا العناصر، يصبح القوام ديالو كثيف على هذا الشكل. طربوه مزيان كيف شفتوا معايا، صبح الان جاهز. في هذه الاثناء غناخد القسم الثاني اللي هو القسم اللي خليناه ابيض، غنضيفوا عليه دوك جوج معالق ديال الدقيق كيف قلنا دائما يكونوا مغربلين، وغنخلطوه باش ينسجم لينا مع القسم الثاني كيف كتشوفوا معايا. تصبح القوام ديالها كثيف كيف شفتوا معايا على هذا الشكل. غناخد طاوه كيف شفتوا معايا، انا خديت مول طويل على هذا الشكل، دهنته بالزبده وفرشت ليه سوفيغيزي. اول حاجه غنحط كيف كيقولوا الثلث ديال الكيك من القسم الابيض، وغنضيف شويه من القسم الاول اللي هو الاسود كيف شفتوا معايا. غنستمر على هذا الشكل. الا لاحظتوا كتجي هذيك الاسود والابيض كيجي ديكور ديالها رائع بحال الصبغه، كتعطي منظر شكلا ومذاقا. كيف شفتوا معايا ضفت الابيض، انا كنضيف الاسود في هذه الاثناء. غنعاود نضيف الابيض كيف شفتوا معايا حتى يكمل ليا العجين ديال الكيك كامل. غنضيف هذه الاثناء الاسود، غنبقى مستمره على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي على هذا الشكل كيف شفتوا معايا. صدقوني كتجي رائعه وسهله، كتوجد في دقائق. من بعد ما كملت الكميه كيف كتشوفوا معايا اصبح عندي الشكل هكا. انا هنا خديت هذاك القطيب ديال العود كيف شفتوا معايا، وغندير على هذا الشكل. غنبدا ندور باش كيتخلط ليا هذاك الابيض والاسود باش كيجي هذا المنظر هو اللي كيخرج لينا في الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. على هذه الطريقه كيف شفتوا معايا كندوروا وكنجيبوا من الفوق على هذا الشكل. انا خديت هنا للتزيين لي زاموند فيلي، اللي عنده اللوز يضيفو، اللي عنده كاوكاو يضيفو، يعني اي حاجه متوفره عندكم في الدار تستعملوها. انا استعملت هنا لي زاموند فيلي. وفي هذا الاثناء كيف كتشوفوا معايا انا الفران ديالي سخنته على 180 درجه كيف العاده، شعلت التحتاني وغندخل ان شاء الله الكيك ديالنا باش تنضج.
كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خرجناها من الفران، كيف كتشوفوا معايا ما نعاودش لكم الريحه اللي طالعه، يا سلام. وكيف كتشوفوا اللوز اللي زوقناه من الفوق، هي صبحات في هذا الاثناء جاهزه الكيك ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في مرحله التقديم. كيف كتشوفوا معايا ها هو الكيك الشكل النهائي ديالو. كيف لاحظتوا معايا زوقته بالصوص كراميل اللي غتلقاو ان شاء الله المقادير ديالها او الفيديو ديالها في صندوق الوصف. رافقتها بالكابوتشينو اللي سبقنا شاركناه معكم، اللي حتى هو غتلقاوه في صندوق الوصف، غنشاركوه معكم. هنا في هذا الاثناء قطعتها واخا بقى شويه سخونه، كيف كتشوفوا معايا قطعتها. ان شاء الله مي غتبرد غتشوفوا الشكل النهائي ديالها. مهم نتمنى هاد الكيك تنال اعجابكم وطرقكم وتطبقوها، علاش لا. ما تنساوناش من لي جيم والبارطاج، واللي باقي ما شاركش معنا يدخل يشارك معنا ان شاء الله، ويفعل جرس الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. وما تنساوناش من التعاليق المحفزة، وباقي ان شاء الله قناتنا توعدكم بالجديد ان شاء الله. ما سخيتش بكم، الله يعاونكم، تهلاو لي فروسكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله.